السلام عليكم. وصفتنا لليوم لازانيا. بتمنى عم يحضرني من أول مرة يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وهلأ قبل ما أبدي رح فرجيكم على النتيجة. هلأ خلينا نروح نبلش بالمقادير. أول شي بننزل شوية زيت وبصلتين كبار مفرومين. بنولع النار وبنقلي البصلة تقريبا لحالها شي 3 دقايق. بعد ما قليتها 3 دقايق بننزل 600 جرام من اللحمة المفرومة وبنحركهم مع بعضهم منيح. هي وعم تنقلى اللحمة هلأ بنحط البهارات. رح أعير كل البهارات بالمعلقة الوسط. رح أحط معلقة ونص ملح، نصف معلقة حار، معلقة فليفلة حلوة، نصف معلقة بهار أسود، نصف معلقة 7 بهارات، نصف معلقة قرفة. هلأ بنحرك اللحمة منيح مع البهارات، بخليها تنقلى تقريبا لتنقلى معنا اللحمة منيح شي 5 دقايق. بعد ما انقلت اللحمة نحط معلقتين كبار من صلصة البندورة، هلا بنحط 4 حبات وسط بندورة مقطع. هلا بنزل نصف كوب مي. هلا بننطرهم ليغلوا. بعد ما يغلوا بنوطي النار على نار وسط وبنتركهم يغلوا مع بعضهم تقريبا 5 دقايق. بعد ما تركتهم 5 دقايق شوفوا صار عندي الصوص جاهز. بحطه على جنب ونبلش بصوص البشاميل. هلا بننزل معلقتين كبار من الزبدة وشي 4 معالق كبار من الزيت. ننطر حتى تذوب الزبدة عنا. بنطفي النار وبنحط 4 معالق كبار من الطحين. بنحركهم منيح مع بعضهم وبننزل لتر حليب. هلا بنولع النار. حطيت رشة جوزة الطيب وربع المعلقة بهار أسود ومعلقة وسط ملح. هلا بنحركهم منيح وبنضلنا بتحريك مستمر لحتى الغليان. هلا غلوا عندي. هلا بنرفعهم عن النار ونحط صينية ندهنها أرضها وجوانبها منيح بالزيت. بنرش رشة طحين. هلا بحط شي معلقتين من الصوص البشاميل بنوزعه بأرض الصينية بهالشكل. عندي هلا هون قطع لازانيا بنبلش نصفن هلا بالصينية. بنرجع بنحط صوص البشاميل. بنرجع بنحط صلصة اللحمة بنوزعها منيح بأرض الصينية كمان. بنحط رشة جبنة. بنرجع بنحط قطع لازانيا.
بنضلنا بهالطريقة لحتى تخلص عنا صوص البشاميل وحتى صوص اللحمة. بنضلنا نعمل طبقات. هلا تابعوني للنهاية وحتى تحصلوا على نتيجة. هلا صرنا باخر طبقة. بننزل صوص البشاميل كله. هلا وبدها كان جامد شوي بأرض الطنجرة بنحط له شوية حليب مرخين ونوزعه منيح على الصينية. هلا بحط بقية الجبنة. أنا حطيت للصينية هيدي كلها 200 جرام من الجبنة المبروشة. ونمسح لها أطرافها لأن نزلناهم بالفرن راح يحترقوا معنا. قبل ما ابدي حميت الفرن على 170 وحطيت النار بس من تحت وبنحط الصينية بوسط الفرن لمدة 45 دقيقة واخر ربع ساعة بنحط النار من فوق. هلا بعد ما مضي 45 دقيقة هيدي النتيجة. شوفوا كيف طالعة، عن جد روعة. بتمنى تجربوها لأنها عن جد كتير طيبة. وهلا رح اخر قطعة انا وياكم وفرجيكم على شكلها. شوفوا كيف طالعة. وبقلكن ألف صحة وهنا. وعم يحضرني من أول مرة بتمنى يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وإلى اللقاء بفيديو جديد.